المنافسة القارية والمباراة المتأخرة لشباب بلوزداد اللي فاز باللقاء الأخير في أبيجان وانهزم أمام أورلاندو بيراتس هنا بالجزائر 2-1. كنا نأمل أن الشباب يعود بنتيجة إيجابية من مصر من القاهرة. بعد ذلك سيواجه في شهر جونفي لقاء العودة هنا بملعب 5 جويلية الأولمبي، لكن الشباب اليوم انهزم هزيمة تاريخية ستبقى وصمة عار في جبين تاريخ شباب بلوزداد. سداسية كاملة بعد أن انتهى الشوط الأول بهدف لمثله. الشباب كان السباق للتسجيل وكان صاحب هدف السبق وأدى شوط أول في المستوى ليعدل النتيجة نادي القرن نادي الأهلي المصري في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان كارثي بكل المقاييس. محمد قاسي سعيد، ماذا حدث لشباب بلوزداد اليوم في هذه الهزيمة التي تظهر أنه لما يتعلق الأمر بالمستوى العالي صعب كثير للنوادي الجزائرية بصفة عامة، ما نتكلمش إلا شباب بلوزداد، أنه يكون في المستوى المطلوب؟ شوف، الفوز الاخير تاع شباب بلوزداد في ابيجان يعني اعطاني اسبوار كثير. نعم، وين قلك النقاط مازال المقابلات، ولو اليوم شباب بلوزداد ماروش مقصى مازال في هذه الساعه لحد الان ماتيماتيكمون رياضيا، لكن صعبه الامور الان، صعبه الامور، ولكن يقدر يرجع. اليوم انت تكلمت وصمة عار وخساره تاريخيه امام الاهلي 6 أهداف. وانا كنت نقول لك كنا نشوفوا الماتش رضوان، كنت نقول لك باللي النتيجه راح تكون ثقيله. اليوم الاهلي رجع شباب بلوزداد للمستوى الحقيقي ديالو. فريق ضعيف ما عندوش امكانيات باش يفوز برابطه الابطال، صعب كثير باش يفوز برابطه الابطال. ولو الشوط الاول شفناه يعني، لا الشوط الاول كان في المستوى شباب بلوزداد ويسجلوا هدف والاهلي ما كانش يعني، كان تقريبا كان غايب في الشوط الاول، ولكن الهدف اللي سجل هدف التعادل في الدقيقه الاخيره تاع الشوط الاول اللي هي عاد الفريق وشفنا بعد ذيك مباشره في الدقائق الخمسه الاولى تاع الشوط الثاني 2 أهداف. شباب بلوزداد يعني خلاص يعني فقدوا الثقه ديالهم، ما شفناش فريق حتى وين المدرب يعني لو زاد الحكم، لو كان مازال شويه الوقت ممكن كانت راح يزيدوا يسجلوا اهداف اخرى. لا، بعد حتى المدرب ما صابش يعني حلول ما صابش الحلول باش على الاقل لما تشوف تكون خاسر، ولكن ما تشوفش المهزله هذيك اللاعبين تاعك تقول راهم تايهين في وسط الميدان، ما كاش يعني مبحرين كاع. نعم. علي بن شيخ، كيف وجدت هذه المواجهه؟ رغم انه لما كنا نشوفه في اللقاء رفقه قاسي سعيد كنت جد نقولوا متفائل بعد البدايه تاع فريق شباب بلوزداد 20 دقيقه الاولى بعد تسجيله للهدف 40 دقيقه الاولى. كنا نقولوا في الكواليس انه فريق راه واقف مليح في الشوط الاول، راه يلعب في شوط لا باس به. وش اللي حدث حسب رايك حتى فقد كل معالمه فريق شباب بلوزداد في هذه المواجهه؟ شوف، لي 25 مينوت الاولين انا ما عرفتش الاهلي ولا ان بو بلوس. سي ار بي ماركات، لو كان عرفوا تما كانوا ينجموا يماركيو، عطاو من دوزيام بيت صح، كانوا ينجموا يماركيو، ما بروفيتاوش في المومون دو فيبلاس تاع الاهلي. دوزيام ميطون نظن كي يو ان تري بو كوتشينغ تاع لونترينور تاع الاهلي مع لو شونجمون دو كيلكو جوار مستوى تاع صح اللي دخلوا سيتي دي تيتولار، اللي دخل جوار تاع مستوى وين ويزون شونجي لو ريتم. يافي ان شونجمون دو ريتم. او ديبي كنا نشوفوا الاهلي باسي لك غير في الكونت تاعهم. دوزيام ميطون ولاو يكسروا لي لين ولاو يروحوا، فهمني؟ دونك هذاك لو شونجمون دو ريتم تاع لي جوار بعد ما ليغاليزاسيون خلاص ils étaient sûrs de marquer encore plus de buts avec un avançant, voilà, un avançant de qualité. هذا البالستينيا أبو علي، هذا بالستينيا جو كروا على سما يقولوا اللي اكسيلون في لا سيرفاس وكلش. هذا قلب هجوم تاع صح، قلب هجوم بيسير مسخر. وقلت لك مع لي شونجمون دو جوار اللي دخلوا ايزون امبوزي لو ريتم هما السي ار بي. بعد سي ار بي ا مومون دوني تبحروا. بريمير ميطون كانوا اورغانيزي مي زيتي رابروشي، كان لي زيسباس تاع الاهلي
ما يخلاو لهمش. دوزيام ميطو ولينا نشوفوا سي ار بي تحلت خلت لهم. يفكرنا هذا الماتش علي بن شيخ بلقاء اللي خسروه ب4 امام يونغ افريكانز في 4-0 في تنزانيا. يذكرنا بهذاك المباراه في الشوط الثاني وين الفريق كان تائه، تحسوا بلي ماهوش الفريق اللي شفناه في الشوط الاول. على كل حال قلت لك لي زيسباس ولاو كاينين للادفيرسير، حكموا لهم لو تيران، ولاو يجوزوا البالون كيما يحبوا وياكسيليريو كيما يحبوا الاهلي، يعاودوا يرجعوا كيما يحبوا، ولاو مومون دوني ولاو يستهزاو شويه. دونك لو سي ار بي جو نسي با ايزون بيردي لو كونترول ولا راح لهم شويه ان بو لو كونترول اللي خلاهم. نعاود نولي ليك علي بن شيخ انت ومحمد قاسي سعيد للحديث حول المستوى العالي، وهل علينا ان ننسى في الجزائر في السنوات هذه اننا نفوز برابطه ابطال افريقيا؟ لماذا وكيف؟ كي تشوف اليوم الاهلي لا كومبوزون تاع الاهلي، ولا تشوف الترجي، ولا تشوف بعض الفرق، ولا الفريق تاع جنوب افريقيا الصن داونز ولا اورلاندو بيراتس، تشعر بانه كاين فرق بين الفرق الجزائريه اللي تبقى تلعب هنا فقط ولا يمكنها الذهاب بعيدا في رابطه الابطال. امين اكساس، كيف تفسر هذه الهزيمه التاريخيه التي تذكرنا بما حدث لشباب بلوزداد في 2001 على ما اعتقد، والهزيمه التاريخيه امام فريق ميموزا انذاك بسباعيه على ما اعتقد 7-1 او 7-0، وايضا النتيجه امام صن داونز هنا في بالرقي، وايضا يونغ افريكانز في تنزانيا. شباب بلوزداد في المنافسه القاريه اصبح يخسر بهذه النتائج الثقيله. يمكن ان تخسر مع الاهلي 2-1 3-2 1-0 دير تعادل، لكن تخسر بسداسيه توجع كثير. بالطبع رضوان، شوف في كرة القدم النتائج هذو ما يكزيستيو، تروح كاع البطولات الأوروبية ولا تلقى فريق يخسروا ينهزموا بهذه النتائج. هذه كرة القدم حقيقة. ولا واحد كان يستنى هذه النتيجة اليوم. كنا متفائلين بعودة بنتيجة إيجابية بعد الشوط في مصر، صح. بعد نحكي قبل المباراة يعني متفائلين بعد 4 انتصارات في البطولة. يعطيك الصحة. فوز خارج الديار في رابطة الأبطال ضد استاد أبيجون. لهذا كنا متفائلين باش يعودوا بنتيجة إيجابية، لكن لم يحدث هذا لعدة أسباب. ندخلوا في أطوار المقابلة. الشوط الأول أنا نشوفه باللي جد متكافئ للفريقين. ما شفناش فريق الأهلي كما الشوط الاول كما الشوط الثاني. شفنا شباب بلوزداد واقف مليح فوق الملعب، كان يخرج منظم. كان منظم. الخطوط الثلاثه كانت متساويه، كانت حراره تاع اللاعبين. حقيقه شفنا سيرتو على الرواق الايسر اللي كان القوه تاع شباب بلوزداد اليوم مزيان وخاسف، اللي ادوا مقابله كبيره في الشوط الاول. على الجهه اليمنى كانت كارثيه غائبه. وسط الميدان كان بنغيت في الشوط الاول وسلمي وجاكمبي كانوا متساويين، كانوا يلعبوا كما نقولوا حنايا بطريقه كومباكت كما قلت متساويه. محيوز ثاني قدم ما عليه، سجل هدف في الشوط الاول. الشوط الثاني دخول مفاجئ حقيقه للاعبين. وانا بالنسبه لي الشوط الثاني ما تعتبرش باللي نهايه الشوط الاول تسجيل الهدف في ذلك الوقت الحساس اثر حتى من الناحيه النفسيه؟ وي رضوان، في هذه نوافقك، باسكو كما نقولوا تتلقى هدف في الدقيقه 46 نهايه الشوط الاول. هذيك هي كانت قاسيه للاعبين، بالك اللي ما تحملوش وما عرفوش يجيريو لقاء، باسكو شفنا البيت تاع الاهلي كان خطا فاتح يمكن تفاديه، يمكن هذه كره القدم، وكما ما يكونوش اخطاء ما يكونوش اهداف. الشوط الثاني انا بالنسبه لي رضوان اسمح لي هو شوط المدربين حقيقه، باسكو وين ديجا قدمت مقابله جميله في الشوط الاول، عرفت كيفاش تغلق على الفريق الاهلي اللي هو فريق كبير اللي ما لعبش باللاعبين الاساسيين ديالو، عنده واحد 5 ولا 6 غيابات تاوعو. لهذا كنا متفائلين. مي اسمح لي الشوط الثاني ما كاين طريقه لعب، ما كاين فلسفه، ما تعرفناش على الفريق، سيرتو وين زاد تلقى هدف ثاني وزاد تلقى هدف ثالث وين اللاعبين زادوا خرجوا من المقابله. لهذا رضوان شوف انا بالك شباب بلوزداد كاين ناس بالك نتكلم عليهم يقول لك بالك كل واحد كيفاش عنده قراءه. مي احنا اليوم هنا نتكلموا بكل صراحه وكاع الفرق كيما نتكلموا على شباب بلوزداد.
اليوم شوف باش تلعب كاس افريقيا وتروح بعيد فيها، اولا لازم يكون عندك مدرب كبير، مدرب حقيقه نقولها لك انا عمراني نريسبكتيه، مدرب تاع في البطوله الوطنيه ويجيبوا باسكو شباب الوزداد عنده تشكيلات تأرية حقيقه. اللاعب الاخراني يخلص 200 مليون بصحته، واللاعبين خالصين عندهم امكانيات، عندهم مداخل يخلصوا مليح. لهذا اليوم لازم تجيب مدرب، ولا صح شباب الوزداد كانوا يخموا باش يروحوا بعيد في هذه المنافسه في هذه المجموعه خاصه، في هذه المجموعه لازم مدرب لازم عنده مستوى. واللاعبين هل ما تعتبرش باللي اللاعبين ايضا يتحملوا مسؤوليه؟ شوف رضوان، انا شوف انا نمشي توجور عندي اولين نمشي فيها. انا دوكا اللي من تكلمت لك دوكا تكلمنا على غوارديولا احسن مدرب في العالم. كي سقسيتني واش قلت لك؟ المدرب يتحمل المسؤوليه. هو المدرب، باسكو المدرب هو اللي يبني اللاعبين، هو يعرف كيفاش يوظف اللاعبين، هو كيفاش يعرف يدير التركيبه، هو يعرف كيفاش الاورغانيزاسيون فوق التيران، يعرف كيفاش يدرب اللاعبين، يعرف يخدم امام المرمى. ولماذا كانت الاورغانيزاسيون موجوده في الشوط الاول؟ هذه اللي ما فهمتش انا مقارنه بالشوط الثاني. لماذا لم يحافظ شباب الوزداد على نفس على الاقل على نفس التعداد او على نفس الخطه التكتيكيه المحكمه اللي كانت في الشوط الاول؟ على الاقل لا تتلقى 6 اهداف، على الاقل هذه. وكان تعاود تلاحظ الشوط الاول اللي كانوا فيه الاهلي كان بعيد على المستوى ديالو. شفنا الدخول بيان سور، شفنا الدخول 3 عناصر عاودوا طلعوا المستوى تاع الاهلي، عاودوا كيف قلبوا بيان سور قلبوا موازين. شفنا كيفاش كانوا يخرجوا بالكره، كانت السرعه في التنفيذ. لهذا نزيد نروح لك بعيد. اليوم انا حاجه اللي ما فهمتهاش، لي شونجمون تاع عمراني واش انت خاسر 3-1 ولا 4-1، دخل اريار غوش، تخرج مايو، دخل واسمه تخرج بن عياده، دخل عشوائيه، دخل عزي شوف باسكو لي شونجمون يلعبوا. احنا علاش من داك نقولوا تكلمنا في اللقاء تاع اورلاندو بيراتس باش كل واحد نمدوا له حقه. واش قلنا في الشوط الثاني؟ قلنا شوط المدربين كان الفريق احسن في الشوط الثاني، فريق احسن. وشنو لي شونجمون اللي دخلوا هما اللي مدوا الاضافه. اليوم ضد الاهلي العكس. الشوط الثاني كانت كارثيه لفريق شباب الوزداد. اليوم باش خسر بهذا كيما نقولوا بهذه النتيجه الثقيله يستاهل هذه الخساره، باسكو بالنظر للمردود تاع الشوط الثاني.